ولا شخص سأل على حجر القمر واشتراه او لبسه. سببين يا صديقي خلوا حجر القمر مش متوافق معاك في الاساس. اولا انك سألت فلقيته ترند، ومش بالتبعية علشان يكون ترند يكون متوافق معاك في الاساس. وثانيا لان اغلبه مزيف، وحاولت اوضح لك الفرق بين الاصلي والمزيف فهوضحه لك تاني في الفيديو ده. انت عارف يا صديقي ان الاحجار في الاصل عائلات زي ما وضحت لك في حجر الاماتيست وهو ابو حجر السترين واخو حجر الروز كوارتز والكلير كوارتز. كمان يا صديقي حجر القمر واللابلادورايت او حجر الطاووس الاتنين اخوات. حجر الطاووس او اللابلادورايت او دمعة الاله والعياذ بالله، خلي الاسم ده على جنب، اتسمى بحجر الطاووس علشان الوانه الزرقاء الجذابة، وده هيكون دليل أصلية الحجر. حجر اللابلادورايت هو الأخ الأكبر لحجر القمر، والاتنين من عائلة الفيلسبار إلا أحد مكوناتها البليكوكلازات. 3 نقط يا صديقي هتعرفك حجر القمر الأصلي من المقلد: الملمس، اللون، وأخيرا النار. في الأسواق أحجار كتير بيقال عليها أحجار القمر بنلاقيها عبارة عن بريسلت أو سبحة أو عقدة. هنعرف مقلدة من أصلية إزاي؟ أول حاجة يا صديقي الملمس. حجر القمر زيه زي أي حجر آخر من الأحجار لازم يكون ملمسه ناعم جدا وزجاجي. مفيش أحجار ملمسها خشنة غير قليل جدا زي اليسر والفيروز، واحنا كمان بننعمهم لدرجة ان هم يوصلوا للملمس الزجاجي. فلما حضرتك تجيب حجر القمر ملمسه خشن او مش زجاجي او مش املس بشكل كامل، فاحنا هنا بنتكلم في حجر بلاستيكي او ريزن او اي خامة مصنعة بعيدة كل البعد عن الحجر الطبيعي. ودي نقطة مهمة هتعرفك الحجر الأصلي من المقلد بشكل عام، مش بس في حجر القمر. تاني نقطة هي اللون والضي. احنا قلنا ان حجر اللابلادورايت اسمه حجر الطاووس علشان لونه الازرق الجذاب، وبما ان حجر اللابلادورايت هو الاخ الاكبر لحجر القمر فاكيد اللون ده هينتقل برضه في حجر القمر. بنشتري حجر القمر علشان الضي الازرق اللي فيه هيظهر معانا مع أشعة الشمس. لو الضي ده بيتحرك وبيدي انعكاسات وتحس انه نابع من داخل الحجر مش مجرد قشرة لونية على الحجر، فانت كده بتتكلم في عائلة الفلسبار بشكل كامل اللي منها حجر اللابلادورايت ومنها كمان حجر القمر. لاحظ الضي في الشمس او مع الاضاءة تحس ان اللمعة الزرقاء متحركة مش ثابتة، بتدي ريفلكشن مع الاضاءة. ولو التبس عليك الامر بشكل كامل يا صديقي فهنلجأ كالعادة للنار، وده اختبار كمان عملناه في حجر الفيروز. اي حجر كريم يا صديقي لازم هيصمد امام النيران، مفيش حجر مقلد هيصمد امام النار. علشان كده هنعمل اختبار بولعات عالية وهنسلطها على الحجر. حجر القمر الاصلي مش هيتأثر بالنار بشكل كامل وهيصمد لدرجة طويلة، لدرجة انه هيسخن جدا ومش هتلاحظ فيه اي تأثير. اي حجر مقلد مش بس حجر القمر المقلد مش هيصمد امام النيران بشكل كامل، واما هيطلع دخانة واما هيطلع ريحة وبعدها هيبدأ في الاحتراق. مهم جدا انك تعرف الحجر الاصلي اللي بتلبسه علشان تقدر تستفيد من طاقته. مهم جدا انك ما تجريش ورا ترند، لان مش لازم كل حجر يكون متوافق معاك. والدليل اللي احنا لو بحثنا على جوجل على حجر الزمرد هيظهر لنا احجار كتير زجاجية مش حجر الزمرد، لان اي حد هيكتب معلومة عن الحجر هي اللي هتظهر في محرك البحث. فمش شرط يا صديقي ان هي تكون معلومة مناسبة ليك او حجر مناسب ليك زي ما بحثت. ومهم جدا يا صديقي تتذكر ان الحجر بينادي على صاحبه، مش كل حجر ترند هو حجرك، ومش لازم علشان انت برج السرطان يكون من احجارك حجر القمر. بديهيا الابراج 12 برج والاشخاص ملايين الاشخاص، فهل صفات ال 12 برج تتوافق مع كل هذه الملايين من الناس؟ وهل انت كرجل سرطاني مهندس صفاتك هي صفات رجل سرطاني ضابط، هي صفات رجل او انثى، هي صفات دكتور، هي صفات محاسب؟ فلو الحجر ما توافقش معاك بشكل عام فاما ان الحجر مش مناسب لشخصيتك وانت بحثت على مجرد ترند، او مش اصلي. اشوفك دايما على خير.